شوفوا اللي يؤلم يا اخوه، اللي يؤلم ان نشوف الان الشيعه يستميتون للدفاع عن اعراض بنات الشيعه، وهذا حق لهم، وصراحه انا اقف لهم احترام على هذه الغيره اللي عندهم. لكن ان ياتي ساقطين وسفله يقول نحن من اهل السنه، ثم لا يكون لهم الا اعراض السنه ماده. شفتوا؟ ما عندهم دليل، لا دعوه لله ولا علم ولا حديث ولا قرآن ولا نصح لدين الله، إنما الطعن في أعراض أهل السنة فقط. ترى ما عندهم شغلة، وظيفتهم يفتح البث من أجل أن يطعن في عرض سني أو عرض سنية. الآن ننتقل نحن وإياكم لموضوع ديتول، نفس القصة ونفس السيناريو، محاولات الصقور أنهم يلبسون أخونا أبو حاتم دعوة أنه حصل بينه وبين الأخت رند كلام لا يجوز، بدعوة أنهم إيش؟ أنهم يغارون، أنهم غير على رند، وهم الساقطين السفلة، هم أول من فتح فيها بث، هم أول من شهر بها، هم أول من طعن بها. تريتم يا سفلة يا ساقطين تكلمتوا بالمسكينة هذه قبل سنة، وحاولتوا تلبسونها ثوب ما هو لها، وحاولتوا تشوهون سمعتها وسمعة أخونا أبو حاتم، حاولتم بكل الطرق. الآن تكلمنا عن عاصم وأثبتنا بالأدلة حتى لا يأتينا إنسان سفيه يقول أنتم تتكلمون بلا بينة. قدمنا الأدلة ومن ألسنتهم أدناهم من فضل الله. شوفوا أنا وعدتكم قلت إحنا ما راح نتكلم كلام إنشائي أو كلام مرسل، لكن نأتي بالدليل. أدناهم بكلام عاصم بإقراته. راح نسمعكم يا أخوان بعد قليل شوي زين أن عاصم بلسانه يقر وهو بكامل قواه العقلية المعتبرة شرعا غير مجبر ولا مكره على أنه هو سجل للأخت رند ونشر هذا التسجيل، وراح نذكر لكم أسماء الأشخاص اللي نشر لهم إيش وسلمهم هذا التسجيل